وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالنسبة لكبار السن يعني نوقرهم، نجلهم، نحترمهم مهما كانوا، حتى لو كانوا غرباء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرنا. فتوقير الكبار في السن في الإسلام شيء عظيم، ومن الأدب والاحترام أيضا. فلذلك يعني لا نلقب بالحج هذا من باب يعني أن الناس تعارفت الآن، يعني الذي يرجع من الحج إن لم يقول له يا حاج أو يا كذا يعني يغضب. ربما أنا حجيت ودفعت كذا مبلغ حتى يقال لي حج ولم تناديني حج فيغضب، هذا من الجهل للأسف. فذلك الذي حج نقول له يا حج، والذي اعتمر ماذا نقول له؟ يا عمرة مثلا. أو الذي مثلا تزوج يا متزوج يا كذا. يعني هذه ألقاب يعني ربما تعارف عليها الناس عرفا بينهم، أن كبير السن يقول له يا حج من باب التوقير. إن كان من باب التوقير والاحترام نقول لا مانع ولا حرج. أما إن كان من باب المباهاة والمفاخرة بما فعل وما صنع من عبادة فهذا لا يجوز، ومنكر، عمل منكر، والله تعالى أعلى وأعلم.